صباح الورد، يا صباح الفل، يا صباح السعادة. ربي يجبر بخاطركم ويسعدكم ويفرح قلوبكم بأولادكم وتشوفوهم في صحة وأفضل حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. حبايب توت عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بصحة وأفضل حال. حبيت أصبح عليكم كده وأقول لكم وحشتوني كتير والله من الفيديو اللي فات. قمت النهاردة كده من النوم. طبعا عندنا انتوا عارفين المراجعات والامتحانات، ربنا يوفق اولادكم واولادنا يا رب جميعا. في واحده امبارح داخله، يعني حبيت اشارككم كده التعليق اللي جالي ده وزعلني. واحده داخله تقول لي هو انت فرحانه بلمه ولادك حواليكي؟ هو انت مش عارفه ايه؟ يا جماعه دعوا الخلق للخالق، يا ستي الكل انت وهي. يعني انا متهيألي مش مضايقاكوا في حاجه، يعني انا بطلع انا واولادي بنحكي بنتكلم بنهزر بنقول كلمتين حلوين. بنحط دول هنا، بنحط مثلا حاجاتنا الناحيه دي، بنقعد مثلا نعمل الناحيه دي، نذاكر الناحيه اللي انا هعمل كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا حبيبنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ربي يكبر بخاطركم ويسعد ايامكم ويفرح قلوبكم وينجح اولادكم وتشوفوهم في صحه وافضل حال. قولوا امين يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. الله يكبر بخاطركم جبرا نتعجب منه اهل السماوات والارض. عايزه اقول بس كده تعليق جاني امبارح ضايقني. طبعا انتوا عارفين احنا اولادنا اليومين دول في امتحانات، ربنا يوفقهم وينجحهم يا رب. انا صاحيه بدري كده قلت اشارككم اليوم من بدري، راح اودي اولادي الامتحانات، عندهم مراجعات النهارده عشان خاطر الامتحانات شغاله، في ايام بيروحوا ايام لا. فقاعده يعني لا بيا ولا عليا. امبارح قعدنا راجعنا وذاكرنا انا والولاد، فجاه لقيت تعليق جالي زعلني جدا. بص انا بشارككم والله، بعمل لهم الفطار اهو عشان اخدهم وانزلهم. لقيتها بتقول لي هو انت فرحانه بلمه ولادك حواليكي؟ هو انت مش عارفه فرحانه بنفسك؟ وعماله ايه يعني، في التعليق كله اغلبيته غلط. عايزه اقول لك حبيبه قلبي، ده الخلق للخالق. يعني انا لا مضايقاكي ولا مزعلاكي في حاجه ولا مقصره عليكي في حاجه ولا بيني وبينك حاجه ولا تعرفيني عشان تكتبي التعليق ده. انا التعليق ده على فكره انا مدخلتش مسحه، تمام؟ انا سايباه والله مكتوب في الفيديو. انا بيني وبينك ايه؟ هاتيلي المقص يا كوكو. انا بيني وبينك ايه ان انت تخشي تكتبي لي تعليق زي ده؟ تعرفيني منين؟ او ايه اللي ضايقتك بيه عشان تخشي تكتبي لي تعليق زي ده؟ يا جماعه كل واحد يخليه في نفسه. انا مش مضايقاكم في حاجه، انا حابه اقول لكم بس تساندوني وتشاركوني وتساعدوني. انا اكيد مش فاتحه القناه دي لعبه، ولا فاتحه القناه دي اني مثلا طالعه بتسلى بيها، لا طبعا اكيد محتاجاها. فانتي بتحاربيني في ايه؟ يعني دي مش اول مره على فكره التعليقات السلبيه دي تيجي، بس من اكتر حساب، كل واحد حساب مختلف، تمام؟ عادي. فتعالي افتحي لي الفيلم ده، يلا افتحي معايا الفيلم. فانا مش مضايقاكي في حاجه، انتي زعلانه ليه؟ انتي زعلانه ليه؟ انا اولادي انا الحمد لله قادره عليهم اربيهم، وقادره عليهم ان انا اقف معاهم، وقادره عليهم. ربنا يديك الصحه يا ستي، وقفي جنب اولادك واعملي زيي. انا الحمد لله لا بطلع اضايق حد ولا بطلع ازعل حد مني ولا اي حاجه انا شايفاها. انتوا شايفين حاجه يا جماعه اكتبوا لي في التعليقات وبطريقه تكون افضل من كده، تمام؟ بس بصي يا ستي الكل، انت وهي مش عيب ولا حرام ان احنا نشتغل، ولا عيب ولا حرام ان احنا نقف جنب بيوتنا. يعني من زمن الزمن ومن ايام الاجداد ومن ايام الفراعنه نفسهم، كانت الست بتنزل تساعد جوزها، وكانت بتشتغل معاه في المعبد، وكانت بتشتغل معاه في الارض، وكانت بتشتغل معاه في كل حته ربنا خلقها. فانا شايفه ان مفيش حاجه تضايقك مني اكتر من ان انت تقولي ايه اللهم صل وسلم وبارك، ربنا يصلح لها حالها ويوفقها هي واولادها. انا ما لقيتش كده يا جماعه، انا لقيت معامله سيئه، لقيت هجوم عليا بطريقه غريبه من غير اي سبب. لا يا جماعه، خلي كل واحد في حاله. مضايقه حاجه مني حطي هنا يا ماما.
مضايقه حد يقول لي ايه، انت مضايقانا، انت مثلا بتعملي كذا غلط، بس مش عمال على بطال الاقي هجوم والاقي طريقه معامله مش افضل حاجه. ليه؟ يلا الله يسامحها والله يصلح لها حالها. بس انا شايفه انت لو شغلتي نفسك بنفسك هتبقى الدنيا احسن من كده. لو شغلتي نفسك ببيتك واولادك على الاقل بيتك هيطلع افضل من بيتي. انا ده مش هيزعلني، انا لما اشوف كل الناس اللي حواليا احسن مني انا هبقى مبسوطه. عندك راي حلو ممكن تقولهولي، عندك حاجه تقفي جنبي بيها او تشجعيني بكومنت جميل ممكن على راسي هسمعه. انما تخشي تقولي لي انت بتعملي كده، انت بتفرجي الناس على بيتك، بتفرجي الناس على اولادك، انت مش عارفه تربيهم، انت شكرا جزيلا، الله يسعد حالك ويصلح لك حالك على الصبح. خليكي في حالك ويمكن انت لما تهتمي بيتك وتسيبي دماغك او تسيبي تفكيرك من ناحيه توته، فالدنيا هتبقى في افضل حال. ربنا يوفقك ويسعدك ويصلح لك حالك. بصي يا ست، انت ست الكل انت وهي عايزين بقى الفتره الجايه دي البيوت تكون هاديه. محدش بيعمل كده جوه الراحه. البيوت تكون هاديه تمام، عشان خاطر ابنك او بنتك يقدروا يركزوا في امتحاناتهم. طبعا انتوا عارفين ان الفترة الجاية دي فترة صعبة جدا على اولادنا. الله يوفقهم وينجحهم ويسعدهم يا رب. قولوا امين. امين. اللوجه اللي بتقولي امين. تمام. فعايزين كده نقف جنب اولادنا ونهدلهم الوقت وما نفضلش بقى كل شويه ننده على اولادنا تعالوا اعملوا تعالوا سووا. طبعا دي اكتر حاجه بتضايق لوجي مني. يا سلام. سامعين؟ بفضل في الشقة. روحي قولي لهم كده انا ماما بتعمل فيا ايه. يلا وين دي بتخليني اجري بالشقة كلها اجيب حاجة. يا لوجي الحقيني تانية، يا لوجي الحقيني لوجي، يا لوجي الحقيني يا لوجي. انا النسيبة. لا عايزة لما تحصل حاجة. لا مش كده. يعني انا ببقى دايما عارفين عارفين اللي هو وراكي ظهر او سند. هي السند اللي بتقول انا كده ينفع كده. يعني بالنسبه لها ان انا ببقى ضغط عليها، بس والله ابدا. يعني بيبقى ايه اللي هو انا مثلا ريان ده لا حاجه حوشيني يا لوجي، اقرب حد على لساني او على بالي او على تفكيري ربنا يحميهم يا رب، يا لوجي ومحمد. ربنا يخليهم لي ويخلي لكم اولادكم وتشوفوهم بصحه وافضل حال يا رب، وينجح لكم اولادكم لان الفتره دي صعبه. فبجد عايزين نهدي البيوت شويه، والفتره دي نقدر نخلي اولادنا نفسيا مهيئين لدخول الامتحانات بالكلام وبالتفاعل معاهم وبالطريقه. يعني انا عندي الفتره دي عندي على طول استريت في البيت بسبب اللي عايز يسمع، اللي عايز يراجع، اللي عايز ماما اعمل لنا كذا، ماما سمع لنا كذا، طب معنى كذا ايه. فلازم كلنا نقف جنب اولادنا ونشجعهم وناخد بايديهم عشان دايما يكونوا حاسين ان في سند ودعم وظهر ليكم. فواحده زي توته كده الصغننه دي انت على طول بتندهي عليا، انت على طول مش عارفه ايه. لا يا جماعه عايزين بجد والله. انا امبارح حتى وانا قاعده مع نفسي بقول لا انا يعني لما يكون في حاجه انا هحاول اتفاعل مع نفسي واشوف الدنيا بتاعتي، لان الفتره دي بجد هي فتره ضغط ومجهود وستريس عليهم جامد. ماما قلقانين، ماما خايفين، ماما عايزين، ماما نعمل. خلصتي كده؟ ايوه. فاحنا هنعمل ايه؟ قومي الصبح كده بدري اعملي مثلا فطارك ليكي وليهم. بصوا انا عامله مع الصبح والله كوبايه الشاي دي لو ما شربتهاش ما اقدرش طول النهار اقعد، احس ان انا مصدعه ودماغي تعبانه ما اقدرش اتفاعل معاهم. بصوا تعالوا شاركوني كوبايه الشاي بتاعتكم. فقومي كده الصبح اعملي كوبايه القهوه، كوبايه النسكافيه، كوبايه الشاي اللي انت بتحبيها. اجري بسرعه كده على شقتك، روقي دنيتك. شوفي نازله تجيبي طلبات، نازله تجيبي حاجه بسرعه في الانجاز بحيث ان انت تخلصي اكلك وشربك وحاجتك بالنهار. وبعد كده تقدري بقى ايه اللي هو انت تقعدي تراجعي، تقعدي تفهمي، تقعدي تسمعي مثلا حاجه. ادعي لهم دايما بالتوفيق، ادعي لهم ان ربنا يقف معاهم هم وكل اللي زيهم. دايما خليك الدعم، خليك السند، خليك الظهر. انا عارفه ان هم بيبقوا ضاغطين علينا وعلى نفسيتنا وبيبقوا خانقيننا كتير بس لوجي ما بصوا
لوجي والله بجد من اكبر الناس اللي بتدعم توته وبتقف مع توته وظهر وسند توته هي ومحمد، لان هم اولادي الكبار ربنا يحفظهم لي ويحفظ لكم اولادكم. فلازم يا جماعه بجد نكون دعم وسند الفتره دي لاولادنا، ربنا يوفقهم وينجحهم وتشوفهم بصحه وافضل حال. ربنا يكبر بخاطرهم ويسعدهم يا رب. ويا ستي الكل انت وهي حاولوا نفسكم يبقى طويل. انا بقول لكم الحاجات والله بجد اللي انا الخلاصه من اللي انا عشت فيها، اني لازم يكون بالي طويل، لازم اكون هاديه، لازم، لان بسم الله ما شاء الله احنا اكيد يعني اللي معاه 4 اطفال و5 اطفال وكلام من ده زيي، قد ايه حاسين بالمعاناه وبالتعب، قد ايه حاسين ان بيبذلوا مجهود جامد جدا. طبعا ما بيبقاش حاجه واحده عايز تعملها لطفل واحد، لا، ماما ماما ماما. حتى وانا بتكلم معاكم في الفيديو من شويه انتوا خدتوا بالكم هي بتقول لي ايه؟ ماما، وقامت ايه ساكته. فهم محتاجيننا، هم مالهمش الا احنا. دايما ربنا كده يسعدكم ويكون في عونكم وعوني يا رب. يكبر بخاطركم في اولادكم وتشوفوهم بصحه وافضل حال، ويوفقكم ويسعدكم يا رب. هقول لكم كده توحشوني في فيديو جديد ان شاء الله. كل اللي يعرف توته او ما يعرفهاش يكبر بخاطرها يحط لها اللايك ويحط لها الاشتراك، ويشير القناه لكل حبايبه ويدعي لي دعوه حلوه كده من قلبه. وهقول تاني لاخر مره يا جماعه، الدنيا مش مستاهله ان احنا نقف لبعض او ان احنا نضايق بعض او ان احنا نجرح بعض بكلمه، لا، لازم نكون كلنا في عون بعض. لازم كلنا، لو عندي تعليق عايزه اوصله بطريقه افضل، اوصله بطريقه حلوه، اعلم ولادي ازاي لما يجي لي حاجه مش حلوه ارد عليها بطريقه افضل. لاني انا بجد التعليق ده لما جالي امبارح استفزني، لان دي مش اول مره زي ما بقول لكم والله العظيم، بس حاولت امسك نفسي لان احنا معانا ناس تانية مسؤوله عننا. فهقول لكم برضو ربنا يعينكم ويعيني ويكبر بخاطركم ويوفقكم. شوفي اخوك ويسعدكم يا رب، ودايما تكونوا في صحه وافضل حال. كل اللي يشوف توته يصلي كده على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ويحط لها اللايك والشير والاشتراك. محمد جاي يصبح عليكم اهو، بيقول لكم عاملين ايه، وحشتوني. ادعوا له بقى دعوه حلوه كده من قلوبكم. رب يكبر بخاطركم وبخاطر اولادكم يا رب ويفرح قلبكم بيهم. هستناكم ان شاء الله كده في فيديو جديد. طبعا هم بيستعجلوني عشان ننزل نروح المراجعه. ادعوا لنا يا رب كده ربنا يوفقكم ويوفقنا يا رب جميعا. نهاركم ابيض زي الفل، الله يصلح حالكم وحالنا ويكبر بخاطركم، ودايما تكونوا في صحه وافضل حال. هتوحشوني ان شاء الله في الفيديو الجديد باذن الله. فاصل وانا واصل باذن الله في الفيديو الجاي باذن الله. باي باي.